ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده فيديو جديد، حطي لايك بس للفيديو واسمعي وجهة نظري كويس جدا 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 في الفيديو ده، عشان انا مش ما تعتبرنيش خلاص عندي قناة ولا اي حاجة، اعتبروني متابعة عادي زيكم زي اي حد. تمام. طبعا انتوا شفتوا اللي حصل امبارح في موضوع دودو شانل، المهزلة اللي حصلت امبارح. فحابة بس ان انا اقول كام نقطة كده في الموضوع ده، مش انتقاد ولا اي حاجه، بس كام نقطه كده عايزين نتكلم فيهم. ومستنيه طبعا رايكم في التعليقات، انا مش هقفل تعليقات ولا اي حاجه، ومستنيه رايكم في التعليقات. مبدئيا كده كميه الفضايح والتجريس واللي حصلت امبارح دي، انا مش صعبانه عليا والله العظيم اي حاجه في الموضوع ده غير العيال الغلابه دول، يعني العيال الملايكه اللي هم مالهمش اي ذنب في القرف ده. العيال فهموا بس وجهة نظري وفهموا اللي انا بتكلم فيه. ايه ذنب العيال ان ابوهم وامهم يطلعوا يفضحوا بعض بالشكل ده؟ مهما كان ابوهم عامل ازاي، امهم عامله ازاي، سيبكم من كل ده. العيال اتقوا الله في عيالكم، اتقوا الله في عيالكم. العيال الصغيره ده، يا ريت حتى عيال كبيره، ده عيال صغيره، اتقوا الله فيهم، اتقوا الله فيهم. هترجعوا كنت رجعتوا، ما رجعتوش ما ترجعوش. بس اللي انتوا بتعملوه ده مصيبة، مصيبة والله العظيم مصيبة. تمام. انا ولا بغلطها ولا بغلطه، هما الاتنين انيل من بعض من الاخر، معلش بقى، انا حقكم عليا، بس انا من متابعينها وانا ده رأيي، لان انا فعلا يعني اتصدمت فيهم، يعني اتصدمت فيهم. و الناس اللي متابعين دودو ومتابعين جوزها، الاتنين انا معرفش هما بيعملوا ايه. هو تقريبا شيطانهم يعني راكبهم كده، اقسم بالله. يعني انت عندك قناه وهو عنده قناه، في متابعين هنا وفي متابعين هنا. ايه ذنب المتابعين في كل الحواديت والحوارات دي؟ يعني هو اساسا محتوى جوزها كله حياته الشخصيه، كل محتوى جوزها حياته الشخصيه. تمام. ودي اكبر غلطه هو عملها، ان هو اصلا فكر يطلع على اليوتيوب. طب هو ده اصلا كان مجالها من الاول مثلا. انت ده طالع ليه؟ انت طالع ليه؟ انت طالع ليه؟ ليه بتنكش؟ ليه بتنكش في المواضيع؟ مهما كان هي عملت ايه ولا سوت ايه، انت ليه بتنكش في القصص والحوارات؟ وليه طالع في نفس المكان عشان تتكلم؟ ليه؟ توضح للناس ايه الفضايح؟ توضح لهم ايه فضايح؟ يعني انت طالع ليه؟ انا من رأيي ان انت تقفل القناة دي خالص، تقفل القناة دي نهائي. نيجي بقى في حته دودو اللي انت عملتيه ده ما يصحش باي حاجه من الاحوال، مهما كان هو شيطان ماشي على الارض. انت شايفه ان هو طلع فضحك الاول وقال وعمل وسوى، اطلعي. مش عيب ان انت تطلعي توضحي للناس النقط اللي هو اتكلم فيها، وتوضحي الحقيقه للناس، بعيدا عن كل البلاوي السوداء اللي احنا اصلا ملناش اي علاقه بيها. هي الناس بتعمل ايه؟ الناس اصلا بتتفرج وبتتسلى وتشرب كوبايه النسكافيه، والله ايه ده يا نهار اسود. هي الناس بتعمل، الناس هتعمل لكم ايه؟ الناس بتقعد تتفرج تتسلى، الناس بتتسلى. اللي بيتاذي العيال. انتوا طالعين على منصه اليوتيوب عشان تتكلموا عن مشاكلكم ليه؟ احنا هنعمل لكم ايه غير ان انتوا بتفضحوا نفسكم بنفسكم؟ طب ليه يا ستي؟ هو ان الله حليم ستار، يعني هو عمل مصايب سودا لنفسه، خلاص مش عايزاك يا عم ابعد عني والموضوع يتقفل على كده. لكن انا اجي اصلح الغلط بغلط انيل منه، يعني الغلط اللي انا فيه اصلا انا حياتي في غلط، اصلح الغلط بان انا اروح انيل منه، اروح اتجوز حد يعرفه؟ يعني اذا كان انا عايز اطلع من القرف ده، افكر، يعني اسيب نفسي فتره افكر، اترستق كده في التفكير. مش هروح لحاجه انيل. حد دخل في العلاقه دي بوظها وحرق. حتى لو جوزك هو فعلا في كده، ما ينفعش ان ده لو حتى كان يعرفه معرفه ان هو يروح اصلا يتكلم معاكي في اي حاجه تخص جوزك، ويروح يعمل مشاكل ما بين اتنين متجوزين. ما ينفعش. مهما كان جوزك فعلا كان بيعمل كده، ليه هو يصطاد في الميه العكره ويروح يولع؟ استنى ايده يا تيمو. ويروح لو يولع ما بينك انت وجوزك، وعشان يخرب الموضوع وهو يفوز بيكي في الاخر. ايه ده؟
يعني ايه ده؟ انت المفروض اولا يعني انا من وجهة نظري، اسمعي وجهة نظري واسمعي نصيحتي ليكي كويس جدا. اولا تصرفي نظر عن الجوازه دي نهائي. هو طبعا حلال ربنا انت تتجوزي وكل حاجه، تصرفي نظر عن الجوازه دي نهائي، لان ده داخل اساسا يخرب العلاقه ما بينك انت وجوزك ويخرب الدنيا. حتى لو هو وقف جنبك وعمل لك، هو وقف جنبك عشان برضه يتجوزك في الاخر، تمام؟ فالعلاقه دي عمرها ما هتنجح، عمرها ما هتنجح، لان هي قايمه من الاساس على خراب بيت. يعني هو اساسا نكش كده في العلاقه ما بينك انت وجوزك، وهو شايف ان انتوا فعلا علاقتكم متوتره وان انتوا في ما بينكم مشاكل. هو نكش في المواضيع دي وخرب الدنيا خالص، تمام؟ وانت طبعا كان نفسك تعرفي كل تفاصيل عن جوزك وكل حاجه عن جوزك عشان تقفشيه، تمام؟ عرفتي والدنيا اتخربت والدنيا باظت واتطلقتوا. تقومي انت بقى رايحه ترتبطي بيه؟ لا، انهي العلاقه دي نهائي 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 نهائي. انت هتخشي في حوار انيل بكتير من اللي انت كنت فيه. تاني حاجه ان انتوا تشرطوا على جوزك. انت بتقولي طبعا انا مش هوري جوزي للعيال دي ابدا، ما ينفعش، ما ينفعش، ده ابوهم وانت امهم، ما ينفعش ان هو ما يشوفهمش وما ينفعش انت ما تشوفهمش. اولا الحضانه معاكي، فانت كده كده العيال معاكي، تمام؟ ايا كان هو الشغل اللي هو بيعمله ده، كده كده العيال هيرجعوا لك. انت معاكي العيال، ما ينفعش ان ابوهم ما يشوفهمش، ايا كان ابوهم ده شيطان، لازم كده كده هيشوف عياله. فعياله كده كده هم عياله، هيفضلوا عياله لحد يوم القيامه، تمام؟ فما ينفعش نقطه ان انت بتقولي انا مش عمرهم ما يشوفوا ابوهم تاني مهما كان هو عمل فيكي ايه، لازم العيال هيشوفهم، تمام؟ فكده كده هيبقى فيه تواصل ما بينكم، كده كده هيبقى فيه تواصل ما بينكم. فقدامك حلين، لا اما انت كده كده لو انت فعلا بتفكري ان انت ترجعي له، فبراحتك بقى، دي حريتك الشخصيه، لان حصلت قبل كده مليون مره وانت رجعتي له. فكره بقى، وهتكلم برضو في نقطه ايه ان انت كنت بتسيبيه وترجعي وتسيبيه وترجعي، هقول لك على النقطه دي. بس هترجعي له بقى مش هترجعي له، تمام؟ كده كده هيبقى في تواصل ما بينكم. عشان ايه؟ عشان العيال. جوازتك من الاستاذ ده هتخرب العلاقه ما بينك وما بين جوزك وما بين العيال، وممكن يحصل كوارث للموضوع ده. فانت هتصرفي نظر عن الجوازه دي. كده كده عايز تتجوزي تاني اتجوزي طبعا، بس بره العك ده، بره العك ده. عيالك هيشوفهم، هيبقى في تواصل ما بينك وما بينه، تمام؟ عشان العيال، تمام؟ هو تشرطوا عليه ان هو يلغي القناه دي نهائي. عايز العلاقه تبقى كويسه، انا صرفت نظر عن الجوازه دي، و انت مش عشانه، انت صرفت نظر عشان المشاكل. انا صرفت نظر عن الجوازه دي، وانت تلغي القناه دي نهائي نهائي، ومالكش اي صله بيا على اليوتيوب. عيالك التواصل ما بيننا عشانهم فقط، فقط لا غير، تمام؟ فكرة بقى ان هو استغلالي وان هو استغلك وخد فلوسك، الغلط مش عليه هو، الغلط عليكي انتي. ليه تعرفيه انا معايا كذا؟ ليه توري له فلوسك؟ ليه تعرف انا لو معايا 200 جنيه في جيبي ما بقولش لجوزي ان انا معايا 200 جنيه؟ 200 جنيه ليه اقول له؟ انا ناويه اساعد في البيت، اجيب واملى بيتي لو معايا فلوس ولبيتي وعيالي. لكن انا اروح ادي لجوزي فلوس ليه اديك فلوس ليه؟ من اول يوم تقولي له لا معيش. الراجل بمجرد ما ياخد فلوس من مراته، خلاص هو مش هيشوفها اصلا تاني، هو هيعتبرها فلوس بس. وانت اللي غلطانه، ليه تديله فلوس اصلا؟ وليه تعرفيه اي تفاصيل عن شغلك؟ وليه تعرفيه اي تفاصيل عن حياتك؟ ليه وترجعي تقولوا اصل المشاكل ومش المشاكل. انا الراجل طول ما هو ما بيصرفش يبقى هو اصلا مش شايف اللي قدامه، خلاص ما فيش بقى، ما يعرفش يسيطر عليها، ما يعرفش يتحكم فيها، ما ينفعش. الست هي اللي هتصرف، يبقى هي الراجل هيلف ويدور وهيوصل لواحده هو اللي يصرف عليها ويسيطر عليها. عشان كده الحب ما بينكم وقع، لان هو شاف ان انت بقيتي اعلى منه في حته الماديات، فهو ما بقاش شايفك كزوج وزوجه وام عياله، بقى شايفك بنك متحرك. لان انت وقت ما بيقولك هاتي فلوس بتديله، دي مش جدعنه، للاسف دي مش جدعنه، والله ما جدعنه. الراجل ما تعرفوش في جيبك كام،
لان هو هياخد على كده. انا دلوقتي في شغلي معايا فلوس، انا ليه اروح اقول له ان انا معايا فلوس؟ ليه؟ هيستفيد ايه؟ انا ليا مصروفي باخده منه، بصرف على بيتي وعيالي، وقت ما البيت يحتاج حاجه بحطها في البيت هو ما يعرفش، بحطها في البيت هو ما يعرفش. ليه يعرف؟ ليه يعرف ان انا بصرف على البيت؟ ليه؟ هياخد على كده، هيقولك معلش اصل الشهر ده ما والله مش معايا فلوس، معلش اصرف انت، معلش. وبعد كده هيروح يدور على واحده يصرف عليها ويتجوزها، وتبقى الغلط مننا احنا مش منه هو. فانتوا السبب في حته الماديات دي. انتوا يعني ايه تديله ورا 50 500 الف جنيه؟ هو في ايه بالظبط؟ ليه تروحي تعملي له كارد وتجيبي له؟ ليه؟ هو انت امه؟ انت مراته يا حبيبتي، هو اللي يجيب لك، هو اللي يجيب لك. انت غاليه، هو اللي يجيب لك، هو اللي يعمل لك. ما تجوش توقعوا نفسكم في الغلط وترجعوا تقولوا اصل انا ست اصيله وهو اللي نقر الجميل. لا، جميل ايه؟ ليه تعملي له اصلا؟ ولا ليه تجيبي له؟ ولا ليه توصليه لاعلى ليه؟ هو ابنك، هو ابنك ده جوزك هو اللي المفروض يجيب، هو المفروض يتعب، هو المفروض يشقى ويجيب. انت ما تجيبيش. لو يوم لما معاكي فلوس انت تجيبي لنفسك، تعملي لنفسك، تشتري نفسك عربيه واتنين وتلاته، فلوسك تجيبي له. هو ليه؟ هو ابنك؟ ابني اروح اجيب له، اولى اروح اجيب لابني، اروح اجيب لبنتي، لكن اجيب له هو ليه؟ معلش جوزي وعلى عيني وعلى راسي، لا هو اللي يجيب لي، ما مش انا اللي اجيب له ليه؟ مش راجل ماله هدومه ما يروح يجيب لنفسه، انا اجيب له ليه؟ والله يا جماعه انا مستنيه رايكم في التعليقات، بجد 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 مستنيه رايكم في التعليقات. ليه انا اجيب له؟ ولا ليه انا اعمل له؟ ولا ليه اديله؟ ولا ليه استلف واجيب له؟ ليه يعني؟ ليه اجيب له؟ الست الجدعه تقف مع جوزها في ايه بقى؟ الست الجدعه فعلا تقف مع جوزها يوم لما يديها 100 جنيه، معلش يا حبيبتي دي ما قدرت النهارده ان انا اديكي 100 جنيه، حاضر كتر خيرك واشوف بيتي. معلش النهارده معايا 50 جنيه دي اللي معايا، مشي بيها حالك. كده اقف مع جوزي، انا كده جدعه، انا كده جدعه اقف مع جوزي واستحمل، اعمل لي كيس مكرونه، اعمل لي بطاطس محمره، حتى لو انا معايا فلوس في جيبي لا ما اعملش، ما اجيبش. اقول له ماشي امشي على قد فلوسك، حتى لو هو مش موجود اجيب لعيالي واكلهم احسن حاجه وهو ما يعرفش. والله العظيم اعمل لهم احسن حاجه وهو ما يعرفش، اجيب لهم انضف حاجه وهو ما يعرفش. لكن اديله طبق من ذهب واقول له اتفضل، ويوم لما البنك يخلص ولا يقفل هو مش هيعوزك، هو عايز الفلوس خلاص، هو مبقاش شايف غير الفلوس. ودي مش غلطته، دي غلطتك انتي. ف قدامك الحل اللي انا قلت لك عليه ده، وبرده نصيحتي دي والله العظيم بنصحها لك لوجه الله، مش عشان اي حاجه تانية. اقسم بالله انا فعلا دمي اتحرق قوي لما شفت اللايفات امبارح وشفت الاستوريهات. ليه يا جماعه؟ ليه نوصل لكده؟ اتنين حبوا بعض، اتجوزوا، افترقوا، خلاص نسيب بعض بكل احترام وادب، بكل احترام وبادب، نشيل بعض من المواضيع دي عشان عيالنا. فخلاص نطلع بكل احترام وبادب، يبقى التواصل ما بيننا عشان العيال وخلاص. كمان ذكرتي في اللايف بتاعك ناس تانية في اللايف. طب يعني الناس التانية ذنبها ايه؟ ايا كان هما الناس التانية كانوا ليهم اسباب في المصيبة دي او في خراب البيت او كده، خلاص انت مشكلتك مع جوزك مش مشكلتك مع اي حد تاني. يعني ملهاش لازمة ان انا افضل افضح ناس تانية في اللايف وافضح الدنيا كلها عشان هو ضايقني ولا هو طلع يشهر بيا او طب ماشي، هما ذنبهم ايه؟ يعني هو دلوقتي العيب عليه هو. يعني الناس التانية دي ماشي مشتركة في المصايب دي، بس بإرادته هو اللي كان قائد في المصايب دي كلها. فهو الناس التانية ذنبها ايه؟ الناس التانية ذنبها ايه؟ فما كانش ينفع برضو ان انت تذكري ناس تانية. انا من رأيي تشيل اللايف ده نهائي، تحذفيه من عندك، مش عشان اي حد، عشان خاطر عيالك وعشان خاطر نفسك. المتابعين المفروض ان هم بيحترموكي وبيقدروكي وبيتابعك ناس كتير من كل الدول، فما ينفعش ان هم يشوفوا الفضايح دي والمصايب دي والتجريس ده، ما ينفعش الناس تشوف القرف ده. فاحنا الناس بتبقى عايزه مننا محتوى، الناس عايزه مننا محتوى، مش عايزه مننا يعني حصل ايه، اصل انا وجوزي مسكنا في بعض، اصل انا وجوزي قطعنا في بعض. هما مالهم؟ الناس بتشمت وبتفرح
الناس بتفرح وبتشمت في المصايب. اه والله العظيم بيشربوا النسكافيه ولا القهوه ومبسوطين، ها بعدين حصل ايه؟ هم يعني هيعملوا ايه؟ هم هيعملوا ايه؟ اللايف ده هو بيدينك انت اول واحده. حتى لو انت بتوضحي كان ممكن توضحي النقاط اللي هو اتكلم فيها دي بكل احترام وادب وبهدوء، ولا تعصبي ولا تتشلي وتتحطي ولا تحرقي في دمك. ولا ليه؟ عيالك عايزينك، عيالك عايزينك، انت هتموتي نفسك عشانه؟ مع الف سلامه، مع الف سلامه. انا عيالي اهم حاجه في حياتي. اطلع اوضح للناس المتابعين المحترمين بتوعي انا النقاط اللي هو اتكلم فيها دي كذا كذا كذا، فعلا احنا رحنا شرم، اصل احنا كنا ناويين نرجع وما حصلش نصيب. عادي عادي. بلاش التفاصيل والحوارات والقصص والتفاصيل البيوت اللي محدش ينفع ان هو يعرفها. كل واحد بابه مقفول عليه بمصايبه السودا. مش لازم اعرف الناس، مش لازم خلاص. يعني دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، ولا تنسوا الفضل بينكم. بس ده رأيي. شيلي اللايف، انهي موضوع الجوازة ده نهائي. الجوازة دي مش خير ليكي خالص، وواضح وكل الناس بيقولوا لك كده. حاولي تلمي الموضوع ما بينك انت وجوزك عشان العيال، عشان العيال. بلاش الأذية، بلاش تأذي جوزك حتى لو هو فيه العبر. عادي نحاول نلم ما بيننا عشان العيال، وهو واجب عليه ان هو لازم برضه هيشوف عياله. ويوم لما تفكري تتجوزي حد مناسب ليكي وبيبقى في تفكير. لكن انت دلوقتي في وقت تشتت، في وقت مشاكل، ما ينفعش تخشي من مصيبة تخشي في كارثة. ده وجهة نظري ده رأيي ليكي يعني. ويا رب يكون فهمت وجهة نظري، وطبعا مستنيه رأيكم في التعليقات. استنوني في فيديو جديد، ويلا باي باي.